بدينا يا صديقي في الحلقة السابقة شرح كتاب الأب الغني والأب الفقير، وذكرنا بداية الكاتب روبرت كيوساكي وبداية رحلة التعلم عن المال، وقرر إنه ما يمشي على خطط والده الموظف اللي هو الحاصل على شهادة الدكتوراه وعقلية الموظفين، وقرر إنه يتعلم من والد صديقه مايك اللي هو الأب الغني المقصود في الكتاب. وبدأ الأب الغني يعلم روبرت ومايك عن طريق التجربة، شغلهم عنده بمقابل بسيط ب10 سنتات في الساعة، وخلاهم يتجرؤوا مرارة العمل من أجل الحصول على المال بدون ما يدوم أي درس مباشر أو يتكلم معاهم. وقرر إنه يترك الأمل أو يدي زيادة في الراتب. فبدأ الأب الغني يشرح لروبرت الدرس الأول. الدرس الأول يا صديقي هو جملة. الجملة دي يا صديقي ممكن تغير تفكيرك. الأثرياء لا يعملون من أجل المال، الأثرياء المال هو يعمل من أجلهم. الجملة دي يا صديقي تتقسم إلى 2. الأثرياء لا يعملون من أجل المال بمعنى إنه الأثرياء عقليتهم مبنية على إنهم ما يتغاضوا راتب مقابل عملهم.